وهو القائل سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ها هو يخرج من بين الكثبان أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروب. أبو الحروب. مسرحية أبي الحروب. بعد فشل إدارة قناة الكوثر وكمال حيدري بالتأثير على أهل السنة، وبعد انكشاف كذب وتدليس ذلك الشيخ رغم البهرجة الإعلامية التي يستخدمها عن طريق إظهاره للمجلدات والكتب دون أن يفسح المجال لعلماء أهل السنة لتبيان كذبه وتدليسه، قامت تلك القناة باستخدام أسلوب آخر لجذب الناس والتأثير عليهم، وذلك عن طريق تمثيل بعض المسرحيات، ومن أشهرها مسرحية أبي الحروب، حيث قاموا بتنسيق اتصال مع أحد العراقيين ليمثل دور أحد علماء أهل السنة، مدعيا أن اسمه تركي سليمان، وأنه شيخ قد لاذ به أهل السنة من أجل الرد على آية الله كمال حيدري، وما كان منه إلا أنه استبصر وشهد بأن الحق مع كمال حيدري. وإليكم الفصل الأول من هذه المسرحية مع فضيلة الشيخ تركي سليمان. اتصالات معنا الأخ تركي سليمان من السعودية. نعتذر عن هذا التأخير، تفضلوا أخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. حياكم الله. ونبارك لكم هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. أهلا بكم مرحبا. ونسأله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار إن شاء الله. تفضل. ويجعلنا من أهل رضوانه. إلهي أمين. بعد الحمد لله رب العالمين. بعد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعجز من يستمع إلى ما تطرحونه من فكر أن تكون له مداخلة، أن تكون له مداخلة. والصحيح هو أن تكون له مداخلة. حينما أصر علينا بأن نرد عليكم ما تطرحونه، بأن نرد عليكم ما تطرحونه. والصحيح هو نرد عليكم ما تطرحونه. ليست المسألة هي غلبة أبدان، ليست المسألة هي غلبة أبدان. والصحيح هو ليست المسألة هي غلبة أبدان، ولا ارتفاع عقائر، ولا ارتفاع عقائر. والصحيح هو ارتفاع عقائر. وهو القائل تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، مع ملاحظة أن الباء حرف جر يجر الكرة الأرضية، وهي مسألة لا تخفى على تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ولكنها خفيت على الشيخ تركي. ملاحظة هامة:
لاحظنا خلال الدقيقتين الماضيتين وقوع فضيلة سماحة العلامة آية الله تركي في 6 أخطاء تقريبا. وجميع أهل العلم والمعرفة يعرفها معرفة تامة. نعم. يعرفها معرفة تامة. نعم. والصحيح هو يعرفها معرفة تامة. الفكر الذي لا يدرؤ الشبهات. نعم مع الأسف. نعم، نرجو من الإخوة أن يعيدوا الاتصال الأخ العزيز أن يسمحوا الأخ تركي مرة أخرى. نعم. وهنا يتضح لنا من الدكتور سالم بعد قفطته أنهم الذين قاموا بالاتصال على فضيلة سماحة آية الله الشيخ تركي، حيث قال: نعم، نرجو من الإخوة أن يعيدوا الاتصال إن 7 أخطاء خلال 3 دقائق، ومن ضمنها خطأ في آية قرآنية لم يسبق للتاريخ أن سجلها على أحد من عوام أهل السنة، فضلا عن طلبة العلم عندهم وعلمائهم. ولكن نقول تحصل في أكبر العوائل، ولعل فضيلة سماحة آية الله الشيخ كان مريضا أو حان وقت نومه فعذره معه. أن فضيلة الشيخ تركي سليمان معنا الآن. تفضلوا. نعم، إذن تفضلوا فضيلة الشيخ، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على المشاهدين الكرام. حياكم الله. قبل أن أكمل حديثا كان منا البارحة وقد انقطع لسبب خارج عن إرادتنا والصحيح لسبب خارج عن إرادتنا. نعم. ولعل في الانقطاع مصلحة كشفت لنا بعض الأمور. والصحيح لعل في الانقطاع مصلحة. لقد انعالت الاتصالات علي اليوم والبارحة. نعم. دون توقف. والصحيح دون توقف. ووجهوا لكل أنواع التهم. والصحيح ووجهوا لي كل أنواع التهم التي تفيد إخراجنا عن الملة، وهم لم يسمعوا باقي كلامنا. والصحيح لم يسمعوا باقي كلامنا. معذرة إلى المشاهدين الكرام فقد نشف ريقي. أكمل، الله يعين عليك. وهم العارفون أكثر من غيرهم. العارفون أكثر من غيرهم. تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح والسلف الصالح. وبعد أن كنت شيخهم البارحة. والصحيح بعد أن كنت شيخهم البارحة. تنبيه: لوحظ في الدقيقة الماضية وحدها أن فضيلة سماحة آية الله الشيخ تركي قد أخطأ 9 أخطاء تقريبا. ضيعت لغتي يا شيخ تركي. ولكن الله يمهل ولا يهمل. ولنستمع الآن إلى الطامة من العيار الثقيل من فضيلة سماحة العلامة آية الله الشيخ تركي سليمان السلفي من أهل القصيم الوهاب بامتياز، والذي لجأ إليه أهل السنة للرد على سماحة آية الله كمال حيدري. وكان شيخنا البارحة، وعلى قولته شيوخنا البارحة. استمعوا إليه ماذا سيقول. لم يحكموا عقولهم بل كبوا واستكبروا
كبوا بل كبوا واستكبروا. إن عبارة كظ هي عبارة عراقية بحتة، وهي تعني امسكه، فيقال أبو علاوي كظ الحبل، بمعنى أبو علاوي تمسك بالحبل. كظ يكظ كظا أي مسك يمسك مسكا، وكظوا أي أمسكوا أو تمسكوا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لقاءنا واللي يرحم مزنا يا شيخ. فماذا الذي يضير أن يناقش الآخر أفكارنا بعد أن ينقلها من أمهات كتبنا؟ من أمهات. وهم العارفون بذلك أكثر من غيرهم. إيه أكثر يا شيخ تركي أكثر. ومن ثم يطلب منا المشاركة في الدفاع عن أفكارنا. المشاركة. فلذلك يجب أن يقلقكم أكثر من غيركم. أكثر. أعطني ماي تكفى اللي رحمه والديك. كمل يا كذوب. الفكر اللي لا يدرأ الشبهات عن نفسه ليس بفكرة. ليس بفكر. ونحن لا ندعي تحسين القبيح. تحسين القبيح. ولا تقبيح الحسن. قل وراي يا شيخ تركي. بابا ماما. وهو القائل سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه محسوبة لك فضيلة سماحة آية الله العلامة الشيخ تركي، فقولك لهي به خطأ، والصحيح ما قلته عند تصحيحك أيها الشيخ الفضيل على وزن الشهر الفضيل، كما أشار إلى ذلك سماحة آية الله. أشكر جناب الشيخ الفضيل على هذه المداخلة القيمة. وأقول لكم لو غربلنا تراثنا وتأملنا قوله تعالى يا شيخ تركي يرحمنا، قبل أن نسمع منه صورة كاملة حيث أنها توافق رأي جمهور المسلمين ولا تتنافى والعقل السليم كي نقابلها بجهالاتنا بأفكار منكرة ما أنزل الله بها من سلطان بأفكار منكرة وتخبط واضح ومنكرات بغيضة وتخبط واضح ومنكرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر جناب الشيخ الفضيل على هذه المداخلة القيمة التي تنبع من إنسان
واقعا من مصاديقي أنه من أهل العلم والعلماء وأهل الذكر. نعم صحيح، إنه من مصاديق أهل العلم والعلماء وأهل الذكر الفضلاء، برغم أنه أخطأ في آيتين وجاء بقرابة 25 خطأ لغويا خلال 6 دقائق فقط. فما هي حالة تلاميذ هذا الشيخ لو قلنا أنهم سيكونون بنصف مستواه العلمي؟ إن الحيدري يعتبره من أهل العلم وأهل الذكر الفضلاء، من يخرج لنا تلاميذ على أقل تقدير سيكون معدل الخطأ عندهم 50 خطأ في 6 دقائق، أي قرابة خطأ كل 7 ثوان. يضل ويفسق من يناقشه، فضلا على من يرتاب فيه، فضلا على من يرتاب فيه. يرتاب. أسألكم بالله العلي العظيم، أسألكم بالله العلي العظيم، بالله العلي العظيم، ماذا قلنا حتى تهيج حفيظتكم ويشت حلمكم، حتى تهيج حفيظتكم ويشت حلمكم، حتى تهيج حفيظتكم ويشت حلمكم، من افتراءات باطلة وبهتان مبين، من افتراءات باطلة وبهتان مبين، من افتراءات باطلة وبهتان مبين. فهل باتباعكم أنتم، فهل باتباعكم أنتم، فهل باتباعكم أنتم 27 من السلف الصالح رضي الله عنهم، 27 من السلف الصالح رضي الله عنهم، 27. لقد تضارب القوم فينا عبر مواقعهم ومنتدياتهم المفلسة، عبر مواقعهم ومنتدياتهم المفلسة، ومنتدياتهم المفلسة، من كل فكر والمحترفة بالأراجيف والسباط، من كل فكر والمحترفة بالأراجيف والسباط. الأراجيف والسباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخرتها معك أنت. هو ذهاب البعض من الجاهلين بنا، هو ذهاب البعض من الجاهلين بنا، ذهاب البعض. إننا نلعب دور المنتحل لشخصية ليست لنا، إننا نلعب دور المنتحل لشخصية ليست لنا، لشخصية، كي ندعمكم برأينا، كي ندعمكم برأينا، ندعمكم. فما أبسط عقولهم، فما أبسط عقولهم، فما أبسط عقولهم، عقولهم، عقولهم. أيها البسطاء المساكين، أيها البسطاء المساكين، البسطاء، عوضا عن أن يشغلكم الرد علينا، أن يشغلكم الرد علينا، يشغلكم، والوقوف أمام ما قلناه، والوقوف أمام ما قلناه، والوقوف وما قبلناه من الشيخ الكريم، وما قبلناه من الشيخ الكريم، الشيخ. فذهبتم أيها الساذجون البائسون إلى التفقه في معرفة من قال لا ما قال، وأخذتم تحللون كلامنا حرفا حرفا، لا لتردوه علينا بل لتشخصونا من نكون. إن فضيلة سماحة آية الله العلامة الشيخ تركي سليمان قام بنقد من فضحه بسبب جهله باللغة العربية وحثهم على النظر إلى ما قاله من نقد علمي رصين لما طرح في البرنامج وأبان من الحق. وبعد مراجعة مشاركاته في الاتصالين الأول والثاني والتي تم عرضها لكم من خلال فصلي هذه المسرحية، تبين أنه لم يقل شيئا غير المدح للحيدري وذم أهل السنة فقط، فلم نعرف ما الذي يريده فضيلة سماحة آية الله العلامة الشيخ تركي أن ننظر إليه. ولو كان انتحال الشخصيات يصنع فكرا ويعمر عقلا
ويحق باطلا ويبطل حقا لأصبح الممثلون وأهل الفن سادة للعلماء. الله العظيم، شوف من اللي ينصح، قول حق روحك. قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. فلعل فضيلة الشيخ كان يقرأ من مصحف فاطمة رضي الله عنها، والدليل أن كمال الحيدري لم يصحح له الآية، والصحيح وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يطلب منكم المناظرة والمحاورة والرد عليه والمحاورة والرد، ولكن شريطة أن يكون ذلك شريطة. وحينها سينهض قوم آخرون غيركم. وهذا يؤكد أصل المشكلة، بأن القضية ليس الاختلاف في الاجتهاد بل إن القضية هو الاجتهاد في الخلاف. القضية. ومما سبق في هذا الفصل تبين أن فضيلة سماحة آية الله العلامة الشيخ تركي سليمان قد أخطأ قرابة 23 خطأ خلال 5 دقائق ونصف تقريبا. وهذا هو الاتصال الثالث مع آية الله كمال حيدري. وأخيرا وختاما لهذه المسرحية، حيث انتهى حبل الكذب ولم يبق فيه باقية. وبعد أن قاموا بنشر فصول هذه المسرحية على مواقع الشيعة وتناقلتها المنتديات وطار فيها عوام الشيعة المضللين عن غير قصد منهم بما يقوله آية الله الحيدري وأمثاله من هذه التمثيليات والمسرحيات، وبعد أن قام أشهر المواقع الشيعية للمرئيات والصوتيات بإذاعة هذه المسرحية، وأشاعوا بأن المتصل هو تركي بن سليمان المحيسني أحد كبار علماء المملكة العربية السعودية، وأنه أخو الشيخ القارئ محمد سليمان المحيسني حفظه الله، فقد أوقعهم الله تعالى في شر مكائدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد انكشف الغطاء وسقط القناع، حيث وقع مقدم البرنامج الدكتور سالم جاري ونطق باسم المتصل الحقيقي بعد نهاية الاتصال الثالث: وإليكم الفضيحة. تفضل دكتور. شكرا لفضيلة الشيخ تركي السماوي في الواقع لقد قال قول الحق. كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب. ونشاهد الآن الشيخ تركي السماوي يمثل دور شخص سني اسمه عبد العزيز من السعودية، ويستخدم هذه المرة وبكل وضوح جهاز تغيير الصوت لئلا يكتشف أمره. وفي هذا الاتصال يسأل الحيدري أسئلة من الواضح أنها معدة مسبقا من نفس الحيدري. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والسلام على أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب. والسلام عليك أيها الشيخ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى مضيفك والمشاهدين الكرام. حياكم الله، بارك الله فيكم. قال تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وحيث إننا نجد فيكم حماة أهل العلم وجب علينا أن نحاوركم. نعم. أسوة بما حاور به عظيم هذه الأمة وسلم مخالفيه ضمن قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب. ولدي في ذلك نقطتان أشرتم لها في بحوثكم السابقة، ولكم
ما ورد عن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الشيعة من ذكر وموافقات، إنما كان ذلك عن نقل ما وصل إليه من الرجال العلول في ظواهرهم دون القدرة للشيخ رحمه الله تعالى على معرفة بواطنهم، وعليه يكون الخلل ليس في رأي الشيخ رحمه الله بل في الوسائل النقلية. طيب. والضعف ينسب إليها. والنقطة الثانية بخصوص ما ذكرتموه عن رأي السلف الصالح رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن التوحيد والتشبيه وذكر رواية الشاب الأمرد ورواية لا تقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كان إشكالكم قائم على التضارب والتناقض بين ظاهر الرواية من التشبيه ومفهوم السلف رحمه الله عن عدم التشبيه تتبعا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فذهبتم أنتم إلى مناقضة الظاهر للمفهوم وإبراز الأشكال وإبراز الإشكال على قاعدة إذا ثبت أحد النقيضين سقط الآخر، ومنها تضعون السلف في إشكال مع العلم، وهذا لا يخفى على غيوركم، لأن العقائد أمور وقتية، إنما هي أمور وقتية بالأساس وليست عقلية بالضرورة، وعليه وجب عليكم إما إثبات ضعف الرواية السالفة أو أن تقبلها، وعليه وجب عليك التأويل أو الوقوف أمام ظاهرها، وإنما أطلب ذلك منك لتوخي سعة الصدر لديك، ولا بعد ذلك معكم حوار آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وغيرها كثير من المسرحيات التي لا يسعنا عرضها. حقيقة استمرئ من يعني يعمد إلى أسلوب المسرحيات السمجة السخيفة هذه، أنه يخابر واحد ويقول أنا الشيخ تركي من ما أدري وين القصيم الرياض من وين قال، المهم حسب ما يعني ما نقل أنه أنا الشيخ تركي وما أدري كذا، وهكذا يتكلم بمنطقهم على أساس كأنه واحد من مشايخهم الكبار، وهذا الرجل بدأ يقترب إلى التشيع ويسلم بفضل هذا كمال الحيدري، وأنه بالفعل هز العقيدة وأنه كذا وكذا. وثم انكشفت القضية أنه كانت مسرحية، واحد شاب شيعي يتقن أنه يعني يقلد أصواتهم وكان يحضر البالتوك والإنترنت وما أشبه، قام بهذا العمل. هذه مسرحيات سخيفة. نحن لسنا بحاجة لكي نبين أننا نحن على حق وأن مذهبنا على حق أننا نعمد إلى مثل هذه المسرحيات السخيفة التي تهدم كل ما نبنيه، لأنه هذا اللي زعم أنه تركي أو الشيخ تركي ما أدري كذا، هذا بنفسه كيف انكشف من منطقه أنه كان يخطئ الظاهر في بعض الأمور أو يتكلم في بعض الأمور التي واضح أنه ليس من تلك البيئة، وإن كان صوته يقلد أصواتهم أو يشبه أصواتهم. هذه مسرحيات سخيفة. وما أدري أنه الادعاء بأنه وضعوا جائزة 1,000,000 ريال سعودي لمن يرد عليه وكذا، يعني هذه الأمور تسيء. اجعلوا الأمر علميا دقيقا بلا مثل هذه البهلوانيات. فمن يتصدى بمثل هذه الأسلوب يعني لا ينبغي له أن يتصدى حقيقة. أيها الشيعي الحر المنصف، إنها كلمة موجهة من الشيخ تركي بن سليمان المحيسني حفظه الله إليك من القلب إلى القلب، وقارن بينها وبين كلمة تركي السماوي المزيف من كل الأوجه، سواء من حيث المنطق أو العلم أو الرفق والإنصاف لك ولعلماء الشيعة، فإن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، معكم أخوكم تركي بن سليمان المحيسني، إمام وخطيب جامع شهاب ببلدة صوير في منطقة الجوف، وأخو الشيخ محمد بن سليمان المحيسني حفظه الله.
قد بلغني ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أنني اتصلت على كمال الحيدري في برنامجه. نعم، لا شك أن صاحب الحجة القوية لا يحتاج لمثل هذه الأمور. وأنا في الحقيقة استمعت إلى البرنامج المشار إليه، برنامج مطارحات في العقيدة، ولم أكن أتوقع أن تنتشر هذه الإشاعة أو تنطلي على أحد، مع أن اختلاف واضح في الاتصال المنسوب إلي. وإنني أقولها لكم وبكل صراحة ووضوح: نعم، أنا شيعي. أنا تشيعت تشيع الأئمة الأربعة، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. تشيعت تشيع الشافعي الذي قال: إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. تشيعت تشيع الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين أحبوا آل البيت حبا ملك عليهم قلوبهم وعقولهم، ووقفوا مع علي رضي الله عنه وناصروه لما تولى الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، الذين عرفوا لآل البيت قدرهم وحفظوا لهم مكانتهم، والذين عملوا بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غلو أو تفريط، ودون عبادتهم أو رفعهم فوق منزلتهم التي وضعها الله عز وجل لهم، عليهم سحائب الرحمة والإجلال والتكريم. نعم أيها الأخوة المستمعين، أنا تشيعت تشيع زيد بن علي بن الحسين الذي رفض سب أبي بكر وعمر والبراءة منهما، وانفض عنه الغلاة وأسلمه لأعدائه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. تشيعت تشيع جعفر الصادق الذي قال: ولدني أبو بكر الصديق مرتين، دون أن يقول ذلك تقية ودون أن يخاف في الله لومة لائم. نعم، تشيعت تشيع كبار أئمة الشيعة المعاصرين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد وتشيعوا في آل البيت حقيقة، ونبذوا الغلو فيهم والخرافة التي تنسب لمذهب آل البيت كذبا وزورا. تشيعت تشيع آية الله الشريعة السنكلجي، ومات على التوحيد رحمه الله، مات لا يشرك بالله شيئا، وكتابه توحيد العبادة شاهد على ذلك. لقد تشيعت تشيع آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي الذي تشيع لآل البيت وترك الغلو فيهم وعبادتهم، ولم ينسب لأحد منهم شيئا من خصائص الله عز وجل، ولم ينسب إليهم تدبير الكون ولا تفريج الكروب ولا علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وقد آمن بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لقد آمن بالله وترك سائر العقائد الخرافية التي تنسب لأهل البيت عليهم السلام كذبا وزورا، وكتبه التي خلفها شاهدة على ذلك، مثل كتاب كسر الصنم وكتاب نقد أحاديث المهدي وسوانح الأيام، وقد مات على التوحيد أيضا رحمه الله تعالى. نعم، تشيعت تشيع كبار أئمة الشيعة المعاصرين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد وتشيعوا في آل البيت حقيقة دون غلو، وأخفاهم النظام أو حبست أنفاسهم عن الكلام. لقد تشيعت تشيع آية الله إسماعيل آل إسحاق الخوئيني الذي نبذ مناهج الغلاة والخرافيين وتشيع للتوحيد، وآثر السجن والإعدام على المتعة والخمس والشرك والخرافة وغير ذلك. تشيعت تشيع الأستاذ العلامة حيدر علي قلنداران القمي الذي نبذ الشرك والغلو في الأئمة وفي قبور الصالحين أو القول بعصمة الأئمة، وكتبه أيضا شاهدة على ذلك ككتاب سبيل النجاة من شر الغلاة. هذا هو التشيع الذي نفهمه أيها الأخوة والأحباب، وهو محبة آل البيت ونصرتهم دون الغلو فيهم أو التقصير في حقهم. ونؤمن بقول علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ونشهد الله على حبه وحب آل بيته الأطهار، ونبرأ إلى الله من قتل الحسين، ونبرأ إلى الله عز وجل أيها الإخوة جميعا ممن قتل الحسين وممن أثار الفتنة عليه من المنافقين المندسين. إنني أيها الإخوة في هذا المقام أبرأ إلى الله مما نسب إلي من مداخلة في برنامج كمال الحيدري، وأبرأ إلى الله مما قاله من تشكيك بكتاب أهل السنة وكتبهم وعقائدهم. إنني أدين الله عز وجل بمذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وسار على هذا المنهج من بعدهم محمد بن عبد الله وابن محمد بن عبد الوهاب وابن باز رحمه الله وغيرهم من العلماء في الدول العربية وغيرها، وهو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
والإيمان بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة آل بيته الأطهار، والترضي عن صحابته الأخيار. أيها الإخوة المستمعين، إنني أرجو أن تكون هذه الحادثة سببا في إثارة التفكير عند كل شيعي عاقل منصف متجرد لله عز وجل. فقد أظهر الانفتاح الإعلامي الكبير شدة الفرق بين مذهب السنة ومذهب التشيع المعاصر خاصة. لقد انتهى الوهم وتولى زمن التبعية، فأعط الحرية لفكرك فإن المصير مصيرك، والمسألة إما جنة أو نار، ستموت وحدك وسوف تبعث وتحاسب وحدك. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الدين الإسلام دين تقبله الفطرة ويقبله العقل والمنطق، بعيدا عن الأوهام والمبالغات. ولو كان أحد يتصرف في الكون أو يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكل من ذراع الشاة المسمومة. ولو كان أحد من آل بيته الأطهار يعلمون الغيب لما قتلوا غدرا وخيانة ولما مسهم السوء. يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن دين الإسلام أيها الأحباب دين عبادة وإصلاح وبناء، وليس دين شتم ونياحة وبكاء. يقول علي رضي الله عنه كما روت عنه كتب السنة وكتب الشيعة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي لا تزال إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أيها الإخوة المستمعون جميعا، إنها رسالة أبعثها إلى كل شيعي عاقل منصف. ليست المسألة خصومات وجدال، وليست القضية مسميات وألقاب، وليست المسألة يا أخوان مسميات وألقاب. فالدين حقيقة وعمل، وهو محفوظ إلى قيام الساعة. حفظه لنا ربنا سبحانه عند محمد صلى الله عليه وسلم، ونقله إلينا أتباعه من الآل والأصحاب. وما من نبي إلا وقد جعل الله له حواريون وأتباع يحملون هديه ويبلغون رسالته من بعده. فكيف يصدق عاقل أن أكثر من 1000 أو أكثر من 100,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأخذوا عنه المناسك ليبلغوها للأجيال، قد كفروا بالله كلهم إلا 7 أو 3. كيف يصدق عاقل مثل هذا الكلام؟ إن نظرة واحدة للحجاج من الشيعة، وهم أقلية بين أمواج الحجيج الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، تعكس لك مدى المصيبة التي حلت بهم حين بتروا أصولهم بتكفير أصحاب نبيهم أو جحد نقولاتهم عنه أو تتبع زلاتهم وترك حسناتهم. وقد شهدت التوراة والإنجيل على صدق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الآل والأصحاب وعلى تراحمهم فيما بينهم. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى قد باتوا لله سجدا وقياما. ويقول أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. انظر إلى التراحم والمحبة والتواد فيما بينهم. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه مادحا لعلي بن أبي طالب قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع إلا ما كان من سببي ونسبي ومن كنت مولاه فعلي مولاه. بل روت عائشة رضي الله عنها التي افتري عليها إفكا وبهتانا، روت بكل محبة وأمانة حديث الكساء المشهور، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت رضي الله عنها:
ما رأيت أحدا كان أشبه هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. هذا كلام عائشة في فاطمة الزهراء رضي الله عنها، تقول: ما رأيت أحدا كان أشبه هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. إنني أوصيك أيها العاقل المبارك أن تلجأ إلى الله بالدعاء، وأن تقبل بنفسك على القرآن بقلبك، خاصة أننا في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن. اقرأه بعقلك وبفطرتك دون النظر إلى تفسيرات وتصرف معانيه عن ظاهرها الواضحة البينة. الجأ إلى الله بالدعاء في هذه الليالي المباركة بأن يفتح على قلبك ويهديك صراطه المستقيم. يقول الله عز وجل عند ذكره لشهر رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.